النسبية القرآنية. بعد شكر الله سبحانه وتعالى وفقنا بمعية الشركاء في تنظيم هذه النسخة الثانية من مسابقة التجويد القرآنية على صعيد المؤسسات الثانوية والإعدادية. تقدم الشكر الجزيل للسلطات الإقليمية والسلطات المحلية سواء بأسباب أو بناء على المساندة وعلى التشجيع لتنظيم مثل هذه الأنشطة. الشكر موصول للمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية على في شخص رئيسها السيد المندوب الإقليمي الذي شجعنا منذ مدة ويحفل لنا بالجوائز. الشكر موصول للمجلس العلمي ولأعضائه ولأئمة المرشدين والمرشدات داخل المجلس. الشكر موصول للسيد المدير الإقليمي للتعليم بأزلال على دعمه وعلى تشجيعه المتواصل. الشكر موصول لسيدي عابي رئيس المكلف بالتواصل وجميع الإخوة والأخوات في المديرية الإقليمية للتعليم على تشجيعهم لمثل هذه الأنشطة. الشكر موصول للسادة رؤساء المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية على صعيد إقليم أزلال الذين انخرطوا في هذا النشاط ونظموا أنشطة ومسابقات محلية داخل المؤسسات التعليمية، فلولاهم لما كان هذا النشاط هنا. الشكر موصول إلى الأساتذة المادة التربية الإسلامية الذين انخرطوا في هذا النشاط تنظيما وتحكيما. الشكر موصول لجميع الأطر الإدارية والتربوية بجميع المؤسسات التعليمية. نحن الآن ضمن النسخة الثانية. حتى لا يفوتنا إلا أن نشكر الشيخ مولاي إسماعيل البصير مدير مؤسسة سيدي إبراهيم البصير للتعليم العاطفي والمعيار على تنسيقه معنا في هذه النسخة وعلى تشجيعه لنا، فالشكر موصول للجميع. قلت أننا وصلنا إلى هذه المرحلة الثانية من هذه المسابقة الرمضانية. أقدم لكم بعض ملامح حول هذه المسابقة. كما تعلمون أن النسخة الأولى كانت السنة الماضية، وهذه السنة إن شاء الله السنة الثانية من هذه المسابقة. وقد مرت المسابقة مجموعة من المراحل، أولاها أنها كانت على صعيد المؤسسات التعليمية، فشارك في هذه المسابقة 54 مؤسسة إعدادية وثانوية على صعيد إقليم أزلال. إعداديات وثانويات 54 مؤسسة شاركوا في هذه المسابقة. عدد التلاميذ المشاركين والمشاركات في هذه المسابقة بلغ 260 تلميذ على مستوى المؤسسات التعليمية. المسابقة مرت بثلاث محطات أساسية، وهي التالي: الإقصائية على مستوى المؤسسات حوالي الإقصائية على مستوى المؤسسات شارك فيها 2160 تلميذ بين المقسمات والجمهورية، ثم نصف النهائي التي كانت عن بعد. نصف النهائي كانت عن بعد، بمعنى الذين تحصلوا على المدة الأولى داخل المؤسسات تصلوا إلينا فيديوهات بشروط محددة من اللجنة التحكيم، وكنا لجنة خاصة بالإعداد ولجنة خاصة بالتعليم. استخدمنا تلك الفيديوهات من أجل تحكيمها غرضا من الشفاعة يعرفها الإقليم وصعوبة تنقل التلاميذ من مراحل بعيدة إلى الأزلال. لذلك فعلنا أن ننتقل هذه السنة اللي هي المسابقة عن بعد في هذه المرحلة النهائية. ثم أنه بمناسبة وبموازنة مع هذه المسابقة عن بعد أجرينا مسابقة محلية على صعيد البلاد والنواحي المناطق المجاورة لها، قصد تجريد إمكانية أن نجري مسابقات محلية عوض المسابقات عن بعد. فمثلا في الموسم المقبل قد تكون مسابقة محلية للبناء، مسابقة محلية للإزكاء، مسابقة محلية للإفطار، مسابقة محلية للمجموعات، ومثلا نختار الذين سيشاركون في هذا الحفل. كما تعلمون المجلس الحضوري له فوائده وله ثمراته. ثم بعد ذلك كل مسابقة موازية شارك فيها مؤسسات، كل مؤسسات البلاد، ثم في الفواكه، ثم خوارج سيدي يعقوب، ثم سيدي يوسف، ثم المؤسسات المتواجدة في البلاد فشارك فيها 22 تلميذا قصد تجديد هذه النسخة، وكانت تجربة ناجحة بشراكة مع مع جميع المحسنين بمسجد الحناوي بلبنان الذين نشكره جزيل الشكر على هذه المبادرة. وكانت هذه المسابقة بشراكة مع المجلس العلمي ثم مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ثم مع المديرية الإقليمية، إضافة إلى جميع المحسنين. تلك المسابقة التي أجريت بلبنان وكانت أعطت صيتا جيدا لهذه المسابقة.
التي لا نحن بصددها. قد شارك فيها مجموعة من المؤسسات، هذه أسماء المؤسسات التي شاركت: 34 إعدادية، ثم المؤسسات الثانوية شاركت فيها 18 مؤسسة ثانوية و19 مؤسسة ثانوية، على أساس أن المؤسسات المشتركة التي فيها الإعداد والتأهيل فقد شاركت بمتعلمين في هذه المسابقة. الذين تأهلوا في هذه المسابقات السابقة بالنسبة للسلك الثاني والتأهيلي صار الأسبوع الثاني والثالث السادس التقنيات: خوله الشام ختاما يسد بلدان التأهيليات، ثم الشمشان ختاما لكل عديد التأهيليات، ثم مصطفى موهون لتلاميذ بلاد التأهيليات، ثم إسماعيل العطاء لتلاميذ ابن خلدون التأهيليات، وراحوا مناعات توزيع على مستوى الجامعات بناء على النتائج المحصل عليها لدى اللجان التحكيم، وليس مراعاة للمناطق وإنما مراعاة للجان المتوصل بها. شارك في مسابقة مجموعة من الأساتذة الإقليم، كما أن استعملنا الأساتذة خارج الإقليم. ثم هنا لا ننسى نشكر السادة الأئمة المرشدين والمرشدات الذين انخرطوا في تحكيم اللجان على مستوى المؤسسات وعلى اللقاء الموجود بالبلاد، ونجدد لهم الشكر جزيل الشكر على هذه الثقة، ولله الحمد. أبانوا عن علم بقواعد التجويد وأبانوا عن حسن الخلق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا خير الجزاء. ومثل هذه الشركات هي التي تسعى الجميع إلى تنظيمها. تكون هناك شبكة، لأن هدفنا واحد سواء في الجمعية أو في المديرية، هو تصحيح القيم الدينية والوطنية الناشئة. فكلما تضافرت الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف كلما كان ذلك أفضل. بالنسبة للثانوي الإعدادي، إمام شوقي مثال في المطلوبات، عادل حسنان مثال في خالص الإعدادية، ثم مريم تسكين مثال الجانب المحلية الإعدادية، ثم ريحان الشاهي مثال الإعدادية، ثم سامي أصدار مثال الإعدادية بتنظيم. ثم شاركوا في تحكيم هذه اللجنة مجموعة من الأساتذة، منها أساتذة داخل الإقليم، ثم لم يستعمل الأساتذة خارج الإقليم. إذا هذه أخبار المسابقة بصفة عامة. أشكر جزيل الشكر كل من ساهم، سواء بقرين أو بتشجيع أو بملاحظة أو بتوجيه أو بتوفير الجوائز. فالله سبحانه وتعالى أسأله أن يتقبل منا الجميع، ولنا موعد إن شاء الله مع النسخة الثالثة بحول الله في السنة المقبلة. وكما